عمرك حسيت إن مهما حاولت الحياة بتفضل ترمي العقبات في طريقك؟ كأنك عالق في دايرة، كل ما تحاول أكتر تحس إنك مش قادر توصل. الحقيقة أنت مش لوحدك. النهاردة هنعرف سوا ليه صعوباتك ممكن تكون أحسن حاجة حصلت لك. خليك معانا، لأن في نهاية الفيديو ده هتشوف الأمور من زاوية مختلفة، ويمكن تضحك على الحاجات اللي كانت مضايقاك قبل كده. أهلا بيكم، أنا ياسمين. خلينا نتكلم بصراحة. الحياة مش بتيجي مع كتالوج تعليمات. مفيش كتاب بيقولك الخطوة الأولى النجاح فورا، الخطوة التانية السعادة مضمونة. الحياة بتجيلنا على شكل تجارب فوضوية مليانة مفاجآت، تتوقع مننا نفهمها ونمشي فيها. لكن الحقيقة المهمة إن كل فشل، كل موقف محرج، وكل سؤال ليه أنا، هو في الأساس معلم شخصي ليك. لو بصيت له على إنه رسالة مش نهاية، هتلاقي إن التجارب دي بتدربك من غير ما تاخد بالك. كل مرة بتفشل فيها بتاخد درس جديد، كل موقف محرج بيعلمك إزاي تواجه، وكل ليه أنا بيقوي عندك الصبر ويخليك تدور على معنى أعمق. بمعنى تاني، أنت طول حياتك في رحلة تدريب، حتى وأنت مش واخد بالك. شخص بيحاول يرفع أوزانه وبيفشل، بعدين يتحسن تدريجيا. طالب بيتلعثم على المسرح وبعدين يقدم خطاب واثق ورائع. فكر في توماس إديسون، ما اخترعش المصباح الكهربائي من أول محاولة، ولا حتى من المحاولة رقم 100. حاول أكتر من 1000 مرة. تخيل لو كان واقف عند المحاولة 9909، كنا لسه هنعيش في الضلمة حرفيا. أو جوان رولينج، اترفضت من ناشرين كتير وكانت عايشة ظروف صعبة، بتكتب في مقاهي وهي شايلة طفلها الصغير، لكنها ما استسلمتش، والنهاردة خلقت عالم ألهم ملايين من الناس. الدرس هنا، الفشل مش عكس النجاح، ده جزء منه. بالعكس، هو السر الخفي اللي بيكمل الصورة. السر إنك تعرف إزاي تحول إحباطك وإحراجك وطاقتك السلبية دي وقود يحرك محاولاتك الجاية، فكرتك الجاية، ونجاحك الجاي. طب إزاي نحول الفشل لوقود؟ شوف الطريقة دي. أول حاجة، فكر بس ما تغرقش. اسأل نفسك، إيه اللي نجح؟ إيه اللي فشل؟ وليه؟ عقلك زي الإسفنجة، لازم يمتص الدرس قبل ما يكمل لقدام. تاني حاجة، النجاحات الصغيرة مهمة، متستناش النجاح الكبير عشان تحتفل. كل إنجاز صغير بيعمل فرق. فاتك تمرين، مش مشكلة. عملت 10 ضغطات، دي حاجة تحتفل بيها. تالت حاجة، غير عقليتك. في نظرية حلوة لعالمة النفس كارول دويك اسمها عقلية النمو. الفكرة بسيطة، بدل ما تقول أنا مش شاطر في ده، قول أنا مش شاطر في ده لسه. كلمة لسه الصغيرة دي بتخلي دماغك تقول التحدي مقبول. رابع حاجة، اضحك على نفسك. الحياة فوضوية، ولو ضحكت على نفسك هتعرف تعدي. جربت تطبخ وحرقت الأكل؟ عندك قصة هتحكيها طول عمرك. الضحك بيخفف الضغط ويخليك تكمل. خد صديقي أحمد مثلا. أحمد جرب يفتح مشروع لبيع مكعبات تلج معمولة بأشكال غريبة، قلوب، نجوم، وديناصورات صغيرة. الفكرة كانت جديدة، بس التنفيذ كان صعب. أول شحن للتلج اتأخرت في النقل، لما وصلت كانت دابت كلها. الزباين استغربوا ومش فاهمين ايه اللي حصل، لكن أحمد موقعش، ضحك على الموقف، اتعلم من غلطه وغير فكرته. بدل ما يركز على أشكال التلج، بدأ يشتغل في مجال التموين وتنظيم الحفلات. دلوقتي عنده مشروع ناجح، ولسه بيهزر ويقول إن أكبر درس اتعلمه إن التلج هو، لو الناس مش جاهزين لإبداعك غير اللعبة. شايف؟ فشل زائد تفكير زائد ضحك بيساوي نجاح. معادلة بسيطة تنفع في أي مجال في حياتك. الخلاصة، الحياة هتديك فشل، مواقف محرجة، وتقلبات غير متوقعة، وده مش عيب، ده نعمة. التحديات دي هي اللي بتشكل شخصيتك، بتعلمك وبتديك فرصة تبقى أقوى، أذكى، وأكتر خفة دم. افتكروا التلات حاجات دي. الفشل معلمك، احتفل بأي نجاح صغير. الضحك أقوى سلاح.
لو طبقت حتى نقطة واحدة من دول في حياتك هتتغير فعلا، ومين عارف يمكن قصتك في يوم من الأيام تلهم حد تاني ما يستسلمش. لو انت مستعد تواجه الفوضى، تتعلم دروسها وتضحك على الطريق، تابع القناة لأن لسه في قصص وأفكار وتحفيز كتير جاي. ما تفوتش نجاحك الجاي، ممكن يكون فيديو واحد بعيد عنك. سلام.